قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ الجواب فقلت إيه وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصون والحجاب. يا محبها فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرة، فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنين هذا كالمسمى محسنا. مطلبين أقرأ ثوابا لجميع من مات على ولاية علي. إخواني، إذا كانت الوفاة هذا اليوم أو في غد، إذا مثل غد مولاتنا مثلها اليوم دا تحمي ماي وتغسل ثياب الحسن والحسين، مثل هذا اليوم تحضر طعام. الإمام اسألها شنو هالعمل؟ تعملين 3 أعمال يا زهراء بيوم واحد. قالت لا أبا الحسن هذا ما يغسل راس الحسن والحسين، هذه ثيابهم اغسلها، طعام احضر لان باشر امهم تفارقوا. هنيئا لك، ادعوا بالرحمة لامكم يا الله يجيهن عننا خير. اذا كانت الوفاة غد، هذه كلمتي لوفاة غد. واذا مثلها اليوم، ترى مثل هالساعة اجوا اللي يردون يشيعون شفاطم. فخرج إليهم سلمان قال قد أخر إخراج جنازة بنت النبي هذه العشية. وإذا الوفاة مثل هذا اليوم، مثل هالساعة الحسن والحسين، زينب وهم كلهم ينادون وأمه وفاطمة على بيك ماجور. لكن يا جماعة أمهم راحت، وإن كان عظيم فراقها، بس على راسهم اكو ابو يلزم الولد يسلي والبنت يرضيها. مثل هاليوم من اليوم 10 اطفال الحسين فروا من الخيام، لا اب لا عم لا اخوة. قال لي بسيدتي ولي لا علي، تقول له يا ابو يا علي الهود يا بوانا غريبة وما لحا ابا مل يا ابويا القلب يضمد بالحسين هل عندي ممدد وابن والدي العباس ما خلصوا هل الله يا الله اغفر لنا وارحمنا يا إلهنا برحمتك الواسعة يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قبل يا رب منا جميعا وارحمنا برحمتك الواسعة، وتقبل من مؤسسي هذا المجلس ومشتركيه وخادميه وحاضريه وأنا معهم يا رب، وبلغ بكرمك أمواتنا وأموات المؤمنين ثواب الفاتحة.